صباح الفل، تعالوا نعمل مشروبين لرمضان على الفطار حلوين ومنعشين جدا. فعلا بيرووا العطش وينعشوا الروح بعد صيام يوم طويل. هنعمل الدوم بتفاصيله وازاي يطلع معاكم لونه حلو وكمان طعمه جميل ومركز. الدوم من المشروبات الصحية اللي بتنظم ضغط الدم وكمان بيقلل الكوليسترول بشكل كبير وليه فوائد تانية كتير. كمان هنعمل الخروب بلونه المميز جدا وطعم احلى من بره بكتير، وده بقى فوائده ما بتخلصش لانه مليان فيتامينات ومعادن وكالسيوم، كمان مفيد جدا للجسم. هنعمل منهم كميات نحفظهم عندنا ونطلع منهم طول شهر رمضان يبقوا جاهزين. وهنبدأ بالدوم، وعشان يطلع معاكم مظبوط هنستخدم كمية من الدوم زي كمية السكر بالظبط. يعني لو هنعمل كوباية دوم هنحط قدها سكر. انا هعمل هنا كوبايتين دوم هحط كوبايتين سكر قدامهم، اعاير الاتنين بنفس الكوباية علشان يطلع الطعم مظبوط. بستخدم هنا الدوم المجروش مش البودر، ده بيدي نتيجة افضل في الطعم ومش بيمرر معايا خالص. غسلت الدوم كويس قوي لانه ممكن يكون فيه تراب او شوائب، وبعدين بصفيه في مصفى كده. احط بقى الدوم بتاعي في الحله وعليه السكر وابدا اقلبهم كويس جدا مع بعض. اهم حاجه السكر ما يغيرش لونه، انا عايزاه يندمج بس مع الدوم لكن يفضل بلونه عشان ما يمررش معانا. شايفين هنا لونه زي ما هو ما اتغيرش. اول ما يندمجوا كده مع بعض واحس السكر هيسيح مني بنزل عليهم بالميه بتاعتي. كل كوبايه دوم قصادها كوبايتين ميه. احنا عاملين كوبايتين هنحتاج 4 كوبايات ميه، يعني تقريبا لتر من الميه. نزلت بكميه الميه كلها وهقلبه شويه واسيبه لحد ما يغلي. وعلى ما يغلي بقى نروح نعمل الخروب. نفس الكلام بالنسبه للخروب، كميه السكر قد الخروب بتاعي. وبرده هنا انا استخدمت كوبايتين. هغسله كويس قوي واصفيه وابدا اكرمل السكر. خطوة كرملة السكر هنا مهمة قوي عشان تطلع لي اللون مظبوط والطعم كمان مركز وحلو. في حلة على النار هنزل كمية السكر بتاعتي وعليها حبة مية صغيرين قوي، يعني تقريبا اقل من ربع الكوباية. ومش هنقلب خالص، ممنوع نحط معلقة او نقلبه لانه هيسكر مننا ويبوظ. بنهز بس الحلة بتاعتنا كده لحد ما يبدأ ياخد معايا اللون الذهبي الجميل ده. وهنا خلاص بدأ يدخل في الكرملة. هفضل احرك فيه كده لحد ما كله يتكرمل خالص. هلاحظ عندي لسه قطع سكر اهم على الوش، استنى عليهم لحد ما يدوبوا. لازم اتاكد ان السكر كله اتكرمل معايا قبل ما ابدا. وهنا خلاص وصلت للون وبدا كمان يفور، ده دليل انه اتكرمل بالكامل. هبدا انزل بالميه وبالراحه قوي عشان لسعه السكر صعبه. خلوا بالكم ننزل بالميه بالراحه عشان ما تتلسعوش. وبعد ما حطيت الميه هلاحظ ان السكر لزق كده ومسك في الحله عادي جدا، محتاج بس يسخن ويسيح وكله هيبقى زي الفل. انزل بالخروب بتاعي بقى واسيبهم لحد ما يغلوا ونرجع للدوم. لقيته هنا بدأ يغلي. هوطي بقى النار شوية واسيبه يغلي حوالي نص ساعة. شايفين لونه تقيل وجميل، ولسه كمان لما يكمل غليانه هيتقل ويبقى احلى واحلى. هسيبه ونفس الموضوع هعمله مع الخروب. اول ما يبدأ يغلي اوطي عليه شوية واسيبه تقريبا ساعة الا ربع. الخروب بيقعد شوية اكتر من الدوم. هنا خلاص الدوم بتاعي خلص. شايفين لونه تقيل وحلو ازاي؟ انتوا تدوقوه، لو حابين تزودوا سكر زودوا حسب الرغبة، بس هو كده السكر بتاعه بيكون مظبوط قوي. هسيبه بقى يبرد وبعدين في الخلاط او بالهاند بلندر هبدأ اضربه كويس قوي عشان يطلع كل عصارته واتأكد انه نزل كل حاجة. الدوم ده مركز، يعني ممكن لو حابين تخففوه بالمية او لو حابينه كده اللي يريحكم. شايفين لونه مركز وحلو قوي، كمان طعمه بجد خطير. نفس الكلام هعمله مع الخروب، اضربه كويس جدا علشان ينزل كل عصارته. شايفين لونه هو كمان حلو جدا وكمان مركز قوي. هنبدأ بقى نصفيهم كويس ونغطيهم بالشكل ده كده لحد ما مليت الشفشق بتاعي. وطبعا لسه فايض معايا كمية هنبدأ نحفظها في كيس. ممكن تحطي الكيس في برطمان وتنزلي الدوم فيه زي ما عملنا في حفظ الصلصة قبل كده، او بطريقة تثبيت الكيس اللي هعملها دي بتكون اسرع. وركزوا معايا، بحط الكيس عند بوز الشفشق وبايديا الاتنين بثبته كويس وابدأ انزل العصير بتاعي. هنا خلصت الكمية كلها، هرجع اكمل تصفية الدوم في الشفشق واثبت الكيس وانزل بالكمية بتاعتي وهكذا لحد ما اخلص كل الكمية. وطبعا نفس الكلام اهو هعمله في الخروب. وهنا خلاص خلصنا العصاير بتاعتنا. شايفين لونهم جميل ازاي وطعمهم كمان مش قادرة اقول لكم على جميله. عصاير طبيعية في البيت ومفيدة احسن 100 مرة من المشروبات الصناعية اللي بتجيب امراض وكلها سكر. عايزة اقول بس كام نقطة كده قبل ما نقفل الفيديو. لو حسيتوا انكم زودتوا في المية سواء للدوم او الخروب والطعم معاكم طلع خفيف حتى بعد ما ضربتوه، هنجيب من نص كوباية لكوباية من الدوم او الخروب وننزلها عليه. اول ما يبدأ يغلي هنوطي ونسيبه تقريبا ربع ساعة ونرجع نضربه تاني. تلاقوا الطعم ظبط معاكم ورجع تقيل وجميل قوي.
وبس كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ومتنسوش اللايك والشير لحبايبكم، ودمتم بألف خير. نشوفكم على